السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنشرح اول 20 صفحة من كتاب الفسيولوجي اللي هو فسيولوجي 1، اللي هو كتاب الترم الاول، يعني خمسة اللي هو 45 صفحة. تمام، قلت اللي هو كتير يعني. ماشي. يعني النهاردة ان شاء الله لو خلصنا الفيديو دوت هنكون عملنا يجي نص الكتاب اللي هو هيجي منه امتحان الميد ترم. تمام. نبدأ. الكتاب اول ما بيبدأ هنا بيكلمك بيقولك Introduction to Human Physiology. Physiology عامة يعني علم وظائف الأعضاء زي ما الكل عارف يعني. فهنا بيقولك مقدمة في علم وظائف الأعضاء البشري، مش في الأنيمال، يعني في الهيومن. تمام. ولا في البلانت، عشان ممكن يكون في برضه فيسيولوجي للبلانت، للنبات يعني. تمام. فيسيولوجي الأول هنا هيبدأ لك بالتعريف. الفسيولوجي ايه هو الفسيولوجي؟ فسيولوجي the study of function of living things. بيقولك يعني ان الفسيولوجي هو دراسة وظيفة الأشياء الحية. الأشياء هنا حاطط سينجز، يعني مش الكائنات الحية، مش حاطط يعني مش قصده مثلا إنسان مثلا أو حيوان أو نبات، لا هو قصده سينجز اللي هو إيه، حاجات حية جوه أجسام الكائنات. تمام. so there are many types of physiology. يبقى في كتير من أنواع الفسيولوجي اللي هو علم وظائف الأعضاء. ممكن تلاقي فيرال، يعني بيدرس علم وظائف الأعضاء الفيروسية، أو فيرال فيسيولوجي يعني، أو بكتيريال فيسيولوجي يعني بيدرس علم وظائف الأعضاء البكتيرية، أو بلانت فيسيولوجي يعني بيدرس وظائف الأعضاء النباتية. تمام. أو هيومن فيسيولوجي اللي هو كمان هو هنا لو لاحظت تلاقي إن هو كتب هيومن فيسيولوجي اللي هو علم وظائف الأعضاء يعني بتاعة الإنسان. ماشي. هيومن يعني بشري. and many other types، وأنواع تانية كتير. تمام. هيومن فيسيولوجي هناخد احنا بقى الهيومن فيسيولوجي بس تقريبا. ماشي، لان لحد دلوقتي لحد صفحة 20 مش بيتكلم غير عن الهيومن. ماشي. بقول لك human physiology is considered يعني concerned، معلش concerned with how the human body works. بقول لك يعني ان علم وظائف الاعضاء الانساني مهتم او معني بدراسة ازاي جسم الانسان بيشتغل and how the function of different organs، وكمان ايه هي وظائف الاعضاء المختلفة and system are and systems والأنظمة يعني are integrated together، وازاي بتتكامل مع بعضها. ماشي. يعني بيقولك ان هو بيدرس هو العلم المهتم بدراسة وظائف الأعضاء ووظائفها المختلفة يعني، وازاي الوظائف دي بتتكامل مع بعضها. تمام. بعد كده نخش في body compartments اللي هو يعني آه الأشياء بتاعة الجسم، يعني اللي هو الأجزاء الداخلية بتاعة الجسم. تمام. intercellular fluid. الاول هناخد الانترسيلولار فلويد. هو معلش الكومبارتمنتس ديت اللي هو يعني سوائل الجسم. ماشي، مش الوظائف، مش الاعضاء. الاول هنخش في السوائل. اول حاجه عندنا في السوائل اللي في جسم الانسان انتراسيلولار فلويد اللي هو ايه الفلويد اللي هو السائل يعني اللي جوه الخليه. انتراسيلولار يعني جوه الخليه، انترا يعني داخل، وسيلولار يعني خليه. لو كان في اكسترا اللي هو خارج، وسيلولار برضو خليه. فهناخد السوائل الداخليه للخليه، والسوائل الخارجيه. تمام. اول حاجه intracellular fluid اللي هو اللي بنترم ليها بالاي سي اف. it is volume of water. بيقولك هو حجم الميه inside the cells اللي جوه الخلايا. it represents 2/3 of the total body water. بيقولك يعني ان حجم الميه اللي جوه الخلايا بيمثل 2/3، يعني تلتين الميه اللي جوه جسم الانسان. تمام. اللي هي تي بي دبليو. تمام. and 40% of body weight، وكمان بيمثل 40% من وزن الجسم. يعني الانتراسيلولار فلويد او السائل اللي جوه الخلايا بيمثل تلتين المية اللي جوه الجسم، وفي نفس الوقت بيمثل 40% من وزن الجسم. بس كده. بعد كده الاكسترا سيلولار فلويد اللي هو السوائل الخارجية للخلايا. ماشي، اللي هي بره الخلايا، يعني اللي بتكون في التيشوز اللي في الأنسجة وكده. فبيقول لك it is volume of water outside the cell. بيقول لك يعني ان هو
الحجم بتاع المية اللي بره الخلايا، ماشي. it represent اللي هي بيمثل تقريبا يعني تلت من المية اللي في الجسم كلها. يعني اللي جوه قلنا intracellular fluid، المية اللي جوه الجسم اللي جوه الخلايا يعني بتمثل تلتين المية اللي في الجسم كله، اما اللي بره بتمثل تلت المية اللي في الجسم بس، ماشي. والمية اللي بره بيقولك ان هي بتمثل 20% من وزن الجسم، ماشي، موزعة كالتالي. يعني بص، السوائل اللي جوه الخلية بتمثل 40% من وزن الجسم، ماشي. والسوائل اللي بره الخلايا يعني بتمثل 20% من وزن الجسم، تمام. وال20% دولت بتوع الاكسترا سيلولر فلويد متقسمين كالتالي: واحد، 5% ان بلازما. بيقولك 5% من المية اللي موجودة في الجسم، في الاكسترا سيلولر فلويد في الخلايا، في المية اللي جوه اللي بره الخلايا يعني 5% منها بيمثل البلازما، ماشي، بيكون في البلازما يعني. و15% منها ان انتراستيتال فلويد، في السوائل اللي بتتنقل يعني من خلالها المواد بين الخلايا. يعني ايه؟ بص، الانتراستيتال فلويد دي هي السوائل اللي بتوصل الخلايا ببعضيها، ماشي. فاللي هي مغرقه السوائل، فلما في ماده بتنزل في السائل دوت بتعدي على كل الخلايا، تمام. فانترستيتيال فلويد ديت اللي هي السائل اللي بيتنقل من خلاله المواد بين الخلايا، تمام، مكتوبه هنا، ماشي. هنا التعريف برضه اهو: the fluid outside the vessels، بيقولك يعني ان هو السائل اللي بره الاوعيه، passing the cells passing the cells يعني، ماشي. دوت برضو جدول معمول اهوت. السوائل اللي جوه الجسم يعني بيقولك ان هي بتتقسم لاكسترا سيلولر فلويد 40%. انترا، معلش، دي انترا سيلولر فلويد بيمثل 40% من مية الجسم، من مية ايوه الجسم، تمام. والاكسترا سيلولر فلويد بتمثل 20% من مية الجسم، ده الكلام اللي لسه قايلينه من شوية، تمام. متقسمة بقى ال20% ديت ل15، 15% و5%. ال15% ديت اللي هو قلنا السائل اللي هو بين الخلايا، وال5% بتمثل البلازما، تمام. نيجي بقى للصفحة رقم 2. There are different ionic concentration between intracellular and extracellular fluids. بقولك يعني انه في كمية في تركيزات الايونات اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم والحاجات دي. بقولك ان التركيزات بتختلف ما بين السوائل اللي جوه الخلية والسوائل اللي بره الخلية، تمام. ولكن هو هيشرح هنا بقى: ولكن الصوديوم والكلور، صوديوم والكلور والكربونيك والكالسيوم have higher concentration in extracellular fluid. بيقولك يعني ان، بص من الاخر، الصوديوم والكلور والكربونيك والكالسيوم بيقولك ان هما عندهم اعلى تركيز في السوائل اللي هي بره الخلية، تمام. الصوديوم والكلور والكالسيوم والكربونيك. طيب والبوتاسيوم بقى والمغنيسيوم والفوسفات والبروتين بيقولك عندهم اعلى تركيز جوه الخلايا. يبقى جوه الخلايا بوتاسيوم، مغنيسيوم، فوسفات، بروتين. اما اللي بره الخلايا صوديوم، كلور، كربونيك، كالسيوم. نيجي بقى للايه؟ هوموستاسيس بمعنى التوازن، اللي هو التوازن بتاع الجسم يعني، ماشي. بيقولك homeostasis means keeping the condition of the internal environment of the body constant. بيقولك يعني هو التوازن دوت عبارة عن الحفاظ على الحالة الداخلية للبيئة بتاعة الجسم الثابتة، ماشي، من اسمها يعني اللي هي بتحافظ على التوازن جوه الجسم. all organs and tissues of the body work either directly or indirectly. بقولك يعني ان كل الاعضاء والانسجة اللي جوه الجسم بتاعت الجسم يعني بتشتغل اما انها تكون مباشرة او
غير مباشرة، يعني يا اما تكون بتشتغل على طول لوحديها كده زي القلب مثلا، القلب بيشتغل بينبض على طول ماشي، اما او انها تكون بتشتغل غير مباشر يعني بيأثر عليها عضو تاني. to maintain homeostasis علشان تحفظ التوازن. بيقول لك the lungs provide oxygen to the extracellular fluid. بيقول لك يعني ان الاكسجين بيوفر، قصدي ان الرئة بتوفر الاكسجين للسوائل اللي بره الخلايا to replace the oxygen used by the cell. بص بقولك يعني ان هو احنا بنستخدم الرئة علشان توفر لنا اكسجين للخلايا، للسوائل اللي بره الخلايا يعني، علشان تبدل الاكسجين اللي استخدم يعني بواسطة الخلايا ماشي. هنا the kidneys maintain constant ion concentration and the gastrointestinal الكلمة دي gastrointestinal tract provide nutrition. بقولك يعني ان الكدني اللي هي الكلية يعني بتحفظ تركيز الايونات الثابت ماشي يعني بص احنا عارفين ان الكدني اللي هي الكلية المفروض ان هي بيبقى هي اللي بتفلتر الفلويد، اللي هو بتفلتر المية قبل ما تطلع من جسمنا. فبقولك يعني ان هي اللي بتتحكم في تركيز الايونات، هي اللي بتتحكم هل هتنزل صوديوم ولا مش هتنزل، هتنزل بوتاسيوم مع البول ولا مش هتنزل، فهي اللي بتتحكم في تركيز الايونات. تمام. and the gastric intestinal tract provide nutrition. بيقولك يعني ان الجزء يعني الجزء اللي هو من المعدة والأمعاء بيوفر النيوتريشن اللي هو الغذاء يعني. نيجي ناخد الخلية في جسم الإنسان بتبقى عبارة عن ايه ماشي. بيقولك هنا the cell is the structure unit of all body tissues. بيقولك ان هي الوحدة البنائية لكل أنسجة الخلايا، لكل أنسجة الجسم، يعني الخلية هي الوحدة البنائية للأنسجة. It consists of protoplasm surrounded by cell membrane. بيقولك ان هي بتتكون من بروتوبلازم محاط بغشاء خلية ماشي، يعني البروتوبلازم جوه وبعد كده محاط بغشاء الخلية. The protoplasm consists of. بيقولك البروتوبلازم كمان هو بيتكون من ايه، يعني جواه ايه، جواه واحد اتنين تلات حاجات ماشي. جواه واحد السيتوبلازم، يعني البروتوبلازم جواه سيتوبلازم، وجوه السيتوبلازم ده جواه ايه، نيوكليوس اللي هي النواة، وجوه النيوكليوس موجود ايه، مش جوه النيوكليوس بقى، او يعني جزء من البروتوبلازم برضو السيل اورجانيليز اللي هو يعني اعضاء الخلية. تمام. هو هنا في الرسمة هنا رسمها هي بتقولك ان اللي فوق دوت السيل ممبرين او الغشاء الخلية هو اللي بيحوطهم كلهم، وبعد كده بعد غشاء الخلية هنلاقي البروتوبلازم هو اللي بعد غشاء الخلية، او غشاء الخلية بقى جواه اول حاجة السيتوبلازم ماشي. جواه السيتوبلازم يبقى غشاء الخلية جواه السيتوبلازم، بعد كده السيتوبلازم جواه النيوكليوس او النواة. تمام. اللي هيعوز الورق دوت بعد ما خلاص ان شاء الله، انا كده كده سايب رقم الواتس بتاعه والجروب اللي هو المفروض بتاع القناة على تحت في الوصف، فاي حد يعوز اي حاجة يكلمني. بعد كده the structure of the cell varies according to its function. بيقولك يعني تركيب يعني التركيب بتاع كل خلية بيختلف بناء على وظيفتها. تمام. This is called cell specialization. تمام. اللي هو يعني الخلية المتخصصة. So there is no cell in the body could be called a typical one. بيقولك يعني ايه، عشان كده ما ينفعش خلية في الجسم تتسمى بنفس الاسم بتاع خلية تانية ماشي. مش قصدي خليتين جنب بعض يعني، لا قصدي خلية في اعضاء مختلفة. يعني خلية الكبد احنا بنسميها خلية الكبد، مش بنسميها خلية وخلاص. خلية البنكرياس، خلية الرئة، كل واحدة فيهم بيكون لها تركيب مختلف بناء على الوظيفة بتاعتها. بعد كده ذا سيل ممبرين، هناخد الايه، غشاء الخلية. بيقولك
it consists mainly of lipid bilayer thickened with membrane proteins. بقولك يعني ان هي بتحتوي اساسا او في الاساس يعني على طبقتين من الليبيد، تمام، السميكة with membrane بروتين مع غشاء بروتيني. يعني ايه؟ يعني هي عبارة عن غشاء الخلية ده عبارة عن طبقتين، تمام، غشاء من الليبيد اللي هو الدهون، غشاء دهني يعني، وغشاء تاني بروتيني، وهنعرف كل غشاء منهم عبارة عن وظيفته ايه يعني الوقت. بيقول لك هنا membrane proteins act as receptors. بيقول لك يعني ان الغشاء البروتين، مش احنا قلنا هما غشائين، غشاء من اللايبيد وغشاء من البروتين. غشاء البروتين بقى بيقول لك ان هو بيعمل كمستقبلات، يعني المستقبلات اللي بتبقى فوق الخليه، كل خليه بتكون لها مستقبلات. يعني مثلا مفيش خليه في الجسم مش عليها المستقبلات بتاعه هرمون النمو اللي هو بيعمل لها نمو يعني. فهتلاقي ان المستقبل دوت بيكون متكون من نوع من انواع البروتين. وكمان الكاريرز اللي هو الحوامل، يعني الحاجات اللي بتحمل العناصر مثلا للخلايا، والchannels and enzymes. وكمان القنوات بص، القنوات اللي هي بتوصل مكان بمكان جوه الجسم ديت كمان بتكون معمولة من البروتين and enzymes. وكمان الانزيمات معمولة من البروتين، تمام. نيجي بعد كده structure of the cell membrane. ايه هو تركيب السيل ممبرين؟ عايزين نعرف تركيب الغشاء الخلوي يعني. بيقولك اهو زي ما قلت لك ان هو عبارة عن طبقتين من الليبيد، ماشي، طبقتين من الدهون، وفيهم ده بالبني دوت عبارة عن بروتين. شايف انت لو لاحظت دي هتلاقي مكتوب ترانسبورت بروتين اللي هو بروتين ناقل، قناة يعني، ماشي. واللي فوق دوت كربوهيدرات تشينز اللي هو سلاسل كربوهيدرات يعني. مش عارف الحاجات دي علينا ولا لا، هي متهيألي الصورة بس اللي علينا بتاعت الغشاء. ماشي. نيجي هنا بيقولك بقى ترانسبورت through the cell membrane. النقل يعني خلال الغشاء الخلوي. هناخد وظيفة النقل. بيقولك differences between the components of ICF and ECF result from transport of substances through the cell membrane by the following mechanism. بقولك يعني ان الاختلاف ما بين السوائل بين extra cellular fluid اللي هو يعني intra cellular fluid اللي هو يعني السوائل اللي جوه الخلية، والسوائل اللي بره الخلية، بينتج بسبب النقل بتاع المحاليل خلال الغشاء. بقولك يعني الاختلاف، ايه اللي بيعمل اختلاف ما بين الميه او السوائل يعني اللي جوه الخليه عن السوائل اللي بره الخليه؟ بقولك ان الاختلاف الوحيد بسبب السيل ممبرين، ان هو بسبب ان هو اللي بيتحكم في السوائل اللي هتفضل بره، العناصر اللي هتفضل بره، والسوائل اللي هتفضل جوه. فهو دوت اللي بيعمل اختلاف، كأنه هو عامل زي الباب، من جوه البيت في حاجة ومن بره حاجة تاني، اللي بيفصل ما بينهم الباب، والباب دوت اللي هو السيل ممبرين. وبقول لك يعني الميكانيزم بتاع الترانسبورت اللي هو طريقة النقل. ازاي بقى انا المفروض انقل حاجة من جوه لبره او من بره لجوه؟ ايه هي الطرق؟ بقولك مثلا عندنا طريقة ديفيجن اللي هي يعني الانتشار. عارفين احنا طريقة الانتشار خدناها في ثالثة ثانوي، اللي هو عبارة عن السوائل اللي بتركيز، العناصر اللي بتركيز عالي بتتنقل للتركيز الاقل، ماشي. تاني حاجة عندنا اكتيف ترانسبورت اللي هو النقل النشط، لما بيكون محتاج طاقة عشان تنقل عنصر معين، عشان العنصر دوت كبير شوية مثلا، مش عنصر صغير، ماشي. تلاتة فاسكولار ترانسبورت اللي هو النقل الوعائي، تمام. ناخدهم واحدة واحدة. أول حاجة الديفيجن اللي هو طريقة الانتشار يعني. بيقولك it is passive transport of molecules. passive transport يعني ايه؟ هو معناها كده زي ما هي بمعنى النقل السلبي. يعني ايه النقل السلبي؟ هو عايز يقول ايه بالكلمة دي؟ عايز يقولك ان هو النقل السلبي دوت يعني الانتقال من الحالة اللي عندها تركيز عالي للحالة اللي عكسها اللي هي عندها تركيز اقل. بيقولك يعني it is passive transport
of molecules according to their concentration gradient. بيقولك يعني ان هو عبارة النقل السلبي دوت او العكسي للجزيئات بيكون بناء على التركيز بتاع المكونات بتاعتها، ماشي. from regions of higher concentration to regions of lower concentration. بقولك يعني المناطق اللي بيكون فيها تركيز عالي للعناصر للمناطق اللي بيكون فيها تركيز أقل. it is divided into وكمان بيتقسم لحاجتين، اللي هو يعني الانتشار بيتقسم لحاجتين: واحد simple division اللي هو الانتشار البسيط، اتنين facilitated division اللي هو الانتشار اللي بيتم تسهيله عن طريق حاجة تاني مش لوحده يعني. عندك السيمبل ديفيجن اللي هو without binding with carrier protein. بص بيقولك ان انتشار السوائل، يعني بص احنا دلوقتي بنتكلم عن انتشار السوائل ما بين الجزء الداخلي للخلية والجزء الخارجي للخلية، وخدنا اول حاجة منهم الانتشار اهوت اللي هو طريقة من طرق الانتقال للسوائل ديت، ماشي. الانتشار قلنا بيتقسم لنوعين: نوع سيمبل اللي هو البسيط خالص، ونوع فاسيليتد بيتم تسهيله بحاجات تانية، ماشي، عشان هو بيكون صعب شوية. السيمبل اللي هو البسيط دوت بيكون without binding with carrier protein اللي هو بيكون بسبب من غير مساعدة من حاملات البروتين. يعني الانتشار بيكون بتاع العناصر كده، العنصر بيخش ويطلع من الخلية بناء على تركيز المادة، بس بيتم التركيز العالي للتركيز الأقل من غير ما يحتاج له مساعدة من أي كارير بروتين اللي هو الحوامل البروتينية. نيجي بقى للنوع التاني اللي هو facilitated division اللي هو بقى النقل مش عارف هو معناها كده بالعربي المسهل، حاجة بتسهله يعني. بيقول لك ان هو بيحتاج لحاملات بروتين، اكيد بيحتاج. بص اصل هي بتكون جزيئات كبيره، فبيحتاج لحاجه تشيل الجزيء دوت وتحطه جوه الخليه، يعني تنقله من بره لجوه او من جوه لبره. فبقول لك كارير ميدياتد ديفيجن، بيقول لك بيكون في وسط انتشار، وسط انتشار يعني، وبوجود كارير حامل يعني for large molecules او للجزيئات الكبيره. اما دوت كان بيبقى الجزيئات العاديه خالص، كمان مش جزيئات، ممكن يكون لعناصر زي الصوديوم والبوتاسيوم. as هنا for large molecules as glucose as and amino acid. بيقولك ان هي بيكون نقل لل... لل... للجزيئات الكبيره يعني، زي الجلوكوز والامينو اسيد اللي هو الاحماض الامينيه، ماشي. بعد كده الاكتيف ترانسبورت. الاكتيف ترانسبورت دوت اللي هو النقل النشط. بيقولك it is transport of substances against an electrochemical gradient. بيقولك يعني ان هو نقل المواد ضد ضد التيار يعني بتاع ضد الكيمياء الكهربائية يعني، اللي هو بص الأساسية مش هتتقال كده. بص عندنا مثلا ده بوتاسيوم ودوت كلور، ماشي، ودوت مثلا صوديوم، ماشي. هتلاقي الصوديوم دوت موجب، ماشي، والبوتاسيوم كمان موجب، ولكن الكلور سالب. فلما الاقي مثلا وسط مليان بوتاسيوم مثلا، هتلاقي الوسط ده كله موجب اللي هو الكترو بمعنى كهربية يعني، الكهربية الكيميائية للجراديانت للعناصر، ماشي. فهتلاقي مثلا البوتاسيوم هنا موجب، ماشي، وصوديوم موجب. فلو لقيت وسط مليان بوتاسيوم موجب وعايز تدخله كلور، هتدخله له ازاي يعني؟ المفروض ان السالب والموجب عكس بعض. فهتلاقي هنا انه بيحصل بقى اكتيف ترانسبورت اللي هو نقل نشط على، وبيكون اجينست الكتروكيميكال اي الكهربيه اللي انا بقصد بيها الموجب والسالب يعني للعناصر. it need energy derived from ATP under the effect. بيقولك يعني ان هو بيحتاج طاقه علشان تدخل يعني تنقل العناصر ديت، والطاقة ديت بتيجي من ال ATP under the effect of ATPase اللي هو يعني تحت تأثير انزيم ال ATPase اللي هو بيكسر ال ATP يعني بيطلع منه طاقة of the carrier protein، ماشي. ال ATP يعني اللي هو بتاع الكارير بروتين اللي هو البروتين الحامل يعني. على سبيل المثال بامب دي يعني
عقدة حاجة زي كده، اللي هو يعني البتاعة دي الجزء اللي بيعدي منه دوت منفذ، اي منفذ. ماشي. زي منافذ يعني، او بوابات الصوديوم والبوتاسيوم. بعد كده الفاسكولار ترانسبورت او النقل الوعائي. ماشي. النقل الوعائي دوت بص بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن ان بيجي مادة مثلا تقف هنا، مثلا تقف هنا، بعد كده بتلاقي الجزء دوت بيتمدد لتحت كده علشان ياخدها، وبعد كده بيقفل خالص وبينقلها لجوه، او كمان بيطلعها لبره. ماشي. هنا الجزء هنا بيقول لك ان هو بيطلعه، خد المواد اهيت من جوه الجسم، او من جوه السائل يعني بتاع الخليه، وراح على الحته ديت وراح مطلعه. بس نقراها بقى من هنا. it is transport of ماكرو molecules. ماكرو هنا بمعنى كبيرة، يعني بقولك هو النقل للجزيئات الكبيرة that are enclosed inside cell membrane bond vessels. بقولك يعني هو نقل للعناصر او للجزيئات الكبيرة المغلقة. ماشي. اللي بتكون مقفول عليها يعني inside cell membrane، جوه الغشاء الخلوي. ماشي. بوند فيزلز ديت اللي هو يعني عقدة وعائية بتاعت أوعية يعني. اهو ديت الطريقة هي بيقولك انه دوت الانسايد يعني جوه الخلية اهوت. ماشي. بنعمل العقدة ديت وبنوديها هي بتشيلها، اللي هو الكارير بتاعها اللي هو الحامل بيشيلها ويوديها مكان ما هو عايز يوديها، عايز يدخلها جوه او عايز يطلعها بره. هي بتحصل في الاول اهي. بص هنا الاكسترا سيلور فلويد اللي هو السوائل اللي بره الخلية، جالهم الشيء دوت اللي هو الاخضر دوت، ايا كان المادة اللي هو عايز ينقلها يعني. فمع الوقت هتلاقي ان البتاعة ديت بتتقفل لحد ما توصل للمرحلة دي، وبعد كده بتروح سايبة خالص وتيجي هنا عشان تخش جوه الخلية. بعد كده ذا بلاد. هناخد بقى الدم. احنا كده كنا خدنا ايه؟ ذا سيل الخلية. ناخد بعد كده البلاد. البلاد على فكرة جزء من الأعضاء الجسم برضو عادي، واللي هو والجلد والخلايا وكل ده حاجات من وظائف الأعضاء يعني الفسيولوجي. ماشي. بيقول لك blood is a part of extracellular fluid inside blood vessels. بيقول لك يعني ان الدم جزء من السوائل اللي بره الخلية. ماشي. اللي هو بيكون جوه الأوعية الخلوية يعني انت عمرك شفت مثلا وعاء خلوي ماشي جوه خلية؟ لا، ما هو الأوعية الخلوية بتكون بره الخلية، فبتكون في الاكسترا سيلولار. تاني حاجة بيقول لك it is about 5 to 6 لتر in adult. بيقولك يعني ان هو في الكبار بيكون ما بين 5 ل6 لتر يعني. it represent 8% of the body weight. بيقولك كمان ان هو الدم بيمثل 8% من وزن الجسم. يبقى احنا كده قلنا ان السوائل اللي برا الخلية بتمثل 20% من وزن الجسم، وقلنا السوائل اللي جوه الخلية بتمثل 40% من وزن الجسم. ماشي. وقلنا ان الدم بيمثل 8% من وزن الجسم، مش عايزين ننسى الحاجات دي. بعد كده blood is composed of plasma. بيقولك يعني ان الدم يعني بيكون متكون من 55% بلازما. ماشي. و45% سيلولار بارت اللي هي اجزاء يعني بتاعه الخلايا، زي ايه؟ زي الار بي سيز اللي هو كرات الدم الحمراء، وكرات الدم البيضاء، والبليتيتس اللي هي الصفائح. يعني بيقول لك ان الدم بيتكون من 55% بلازما، معظمه بلازما يعني، وبيتكون من 45% الحاجات الباقية اللي هي الار بي سيز كرات الدم الحمراء، والدبليو بي سيز اللي هي كرات الدم البيضاء، والبلاتيليتس اللي هي الصفائح الدموية. ماشي. خلصنا الدم، نخش بقى في البلازما. البلازما بيقولك ادي 1 2 3 4 5 5 حاجات عنها. it is a yellow clear fluid. بيقولك ان هي سائل اصفر كلير يعني واضح، اللي هو مش مش ايه، صافي. ايوه صافي يعني.
5% of body weight، يعني بيمثل 5% من وزن الجسم. كده قلنا ايه؟ البلازما 5% من وزن الجسم، الدم 8% من وزن الجسم، ال الانتراسيلولار فلويد اللي هو السوائل اللي جوه الخلية 40% من وزن الجسم، الاكسترا سيلولار فلويد اللي هو السوائل اللي بره الخلية 20% من وزن الجسم. ماشي. بيقول لك عبارة عن 3.5 لتر. 3.5 لتر يعني البلازما 3.5 لتر. احنا قلنا الدم كام؟ من 5 ل6 لتر. بعد كده it composed mainly of water that represent 90% of its volume. بيقولك يعني ان هو بيتكون من المية اللي هي بتكون 90% من حجمه. بعد كده it contains electrolytes proteins وليبيدز. بيقولك يعني ان هو بيحتوي على آه عناصر، يعني العناصر اللي هي الالكتروليتية وبروتين، وكمان بيحتوي على دهون. بعد كده الصوديوم ايونز ار ذا مين كاتيون. بيقولك يعني ان الصوديوم هو الكاتيون الرئيسي في بتاع ده، في البلازما. ماشي. ولكن الكلور هو الايون، الكلور يعني هو الانيون الرئيسي. يبقى ايه الفرق بين الكاتيون والانيون؟ الكاتيون بيكون موجب، ماشي، زي الصوديوم موجب هنا اهو. اما الانيون زي الكلور بيكون سالب. بعد كده هناخد البروتينات او البروتينات البلازميه. ماشي. بيقول لك ان تركيز البروتينات بيكون البروتينات دي اللي هي البروتينات اللي بتكون ماشيه في البلازما. ماشي. عشان كده اسمها بلازما بروتينز، بروتينات البلازما. تركيزها من 7.2 ل7.4. تمام. تايبس الانواع بتاعتها البيومين، ماشي، والجلوبيولين والفايبرينوجين والبروثرومبين. ماشي. وكل واحد من دولت بيعمل وظيفة معينة. بيقول لك الالبيومين هنا the highest cons، اللي هو يعني اعلى تركيز في البلازما هو البروتين الالبيومين، and the smallest MW. ماشي. 2 الجلوبيولين اللي هو بروتين برضو من بروتينات البلازما. بيقولك ان هو عبارة عن 3 انواع. الجلوبيولين 3 انواع، الفا وبيتا وجاما. ماشي. بعد كده الفايبرينوجين، وبعد كده البروثرومبين مش كاتب على جنبهم اي معلومات. نيجي بيقولك sites of formation، ايه هو مواقع تكوين كل واحد فيهم. ماشي. بيقولك واحد الليفر اللي هو الكبد، يعني الحاجات اللي بتتشكل جوه الكبد. بيقول لك ان الكبد اصلا بيعملهم كلهم. ماشي. بيعمل الالبيومين، بيعمل الفايبرينوجين، بيعمل البروثرومبين، وبيعمل 50% من الجلوبيولين. ماشي. نص الجلوبيولين بس مش كله، اللي هو بيعمل الالفا والبيتا. يبقى الكبد بيعمل الفا وبيتا من الجلوبيولين بس، ولكن بيعملهم كلهم ما عدا نص الجلوبيولين التاني دوت. ماشي. 2 ال RES forms اللي هو مشكلات ال RES ديت. ولكن هي بتشكل 50% الباقيين من الجلوبيولين اللي هو مش بيشكلوا الكبد. يبقى البروتينات البلازمية معظمها بيشكلها الكبد ما عدا الجلوبيولين، هو بيشكل نصه بس، اما النص التاني بتشكل في عوامل RES. ماشي. اللي هي بتشكل 50% من الجلوبيولين اللي هو النوع بيتا جاما، معلش. هنا NB ريتيكولو، الكلمة دي اللي مش عارف اقراها برضو. السيستم سبلين، ليمف نودز، وبون مارو. بقولك يعني ان الكلمة ديت هي الاختصار بتاع الكلمة دي. يعني الكلمة دي احنا قلنا عوامل RES. ايه هي RES؟ RES اللي هو اختصار الكلمة دي. ادي R وادي E وادي S بتاعت السيستم. ماشي. ايه هي بقى RES اللي بتشكل 50% من الجلوبولين دي؟ اللي هو الاسبلين، الطحال، والليمف نودز، العقد الليمفاوية، والنخاع العظام. تمام. هي ديت الاجزاء اللي بتشكل البروتينات الباقية. نيجي ناخدهم بقى واحد واحد. البومين وجلوبيولين. عايز يقولك يعني النسبة ما بين الالبومين والجلوبيولين. نورمال فالو، القيمة الطبيعية. بص النسبة ما بينهم، يعني النسبة ما بينهم الطبيعية.